وصفتنا النهاردة من الوصفات المختلفة اللي هنعمل فيها السمك. كل مرة بنقليه أو بنعمله صينية، فقررنا بقى النهاردة نعمله سنجاري. السمك السنجاري من أجمل الوصفات اللي ممكن ناكلها في السمك. ممكن كمان تستخدمي السمك البوري لو مش حابة تعملي البلطي، الاتنين بينفعوا. يلا بقى بينا نبدأ وصفتنا النهاردة. بس قبل ما نبدأ، يا ريت لو الفيديو عجبك ما تنسيش الاشتراك واللايك، ويلا بينا نبدأ ونقول بسم الله. أول حاجة كده هنجيب الكبة وهنحط فيهم كده قرنين من الفلفل الرومي وطماطميتين كده كبار، وكمان عندي 3 معالق كبار من الخل، 3 معالق كبار من عصير الليمون، وهحط كمان معلقتين من الزيت، ونحط بقى حزمة كده من الكزبرة. طبعا العيدان بنشيلها بنحط الورق، معلقة كبيرة كده من الثوم، ومعلقة من هريسة الشطة. وهريسة الشطة دي كنا عملناها قبل كده مع بعض. كل الكلام الحلو ده كده هنضربه مع بعض في الكبة. بعد كده انزل بيه كده في بولة بالشكل ده. شايفين شكله؟ طبعا ريحته حلوة قوي. التتبيلة كلها مع بعض هنحيقها بقى. معلقة كده من الملح، ومعلقة من الكزبرة الناشفة، معلقة من الكمون، ومعلقة من الشطة، واخر حاجة معلقة من بهارات السمك. طبعا احنا عارفين اي سمك بيحب يعشق كده الكمون والثوم. بعد كده هقلب الكلام ده كله كده مع بعض، ونجيب الورق اللي هو الورق الفويل، ونحط فيه طب ما عندكيش ورق فويل هتعملي ايه؟ ممكن ورق زبدة بتغلفي بيه كده السمكة نفس الطريقة دي. بعد كده شايفين شكلها؟ انا غلفتها كده من ورا، وبنتني كده الورق عليها من الجناب ومن فوق ومن تحت. بعد كده بقى هجيب الخليط اللي احنا ضربناه، اللي هي الخلطة الحلوة دي، ونتبل السمكة. هفرشها كده في كل حتة في السمكة، لأن دي التتبيلة دي اللي تخلي السمكة طعمها حلو قوي. هحط كده في كل قطعة، مش هسيب حتة فاضية بالشكل ده كده اهو. شايفين؟ بحط في كل حتة منها بالشكل ده كده. وهنعمل كل كمية بنفس الطريقة. انا عملت واحدة وهعمل التانية برضو معاكم. طبعا الكمية دي حاجة بترجع لك، لكن انا بقول لك كل الكمية اللي انت عاملاها تعمليها بنفس الطريقة. طبعا لو السمك بيزيد بتزودي الكمية، لو السمك بينقص بتنقصي من الكمية، بتعملي على قد الكمية اللي انت تعمليها من السمك. هفرش التتبيلة كده في السمكة كلها زي ما قلنا بالشكل ده كده. بعد كده هركن الكلام ده كده على جنب. انا عملت كل السمك كل الكمية اللي انا عاملاها، وهبتدي بقى نجيب الخضار اللي احنا هنحشي بيه السمك. ايه هو الخضار ده؟ طبعا بيبقى عبارة عن، او اللي انا مستخدماه، بصل، فلفل اخضر، فلفل حار، عندي كمان فلفل اخضر، فلفل احمر، وطماطم. حابة كمان تحطي جزر بس للأسف ما عنديش. لو انت كمان حابة تحطي جزر، قطعي قطع جزر صغيرة وحطيهم معاهم. يبقى نقول تاني: عندنا بصل، وعندنا طماطم، فلفل حار، وفلفل رومي، فلفل احمر، وكمان فلفل اصفر. كل اللي انا قطعته ده قطع صغيرة هحطه كده في بولة، وهقلبهم كده مع بعض بالشكل ده كده علشان نحشي السمكة بقى بالخلطة الحلوة دي. بعد كده بقى احط عليهم بتاع معلقتين كبار من الزيت، وهنقلب كل الكلام ده مع بعض. وهبتدي بقى احط في السمكة. انا بعد ما عملتها بالتتبيلة وسبتها شوية علشان تحيق، عملت كمية طبعا كلها، هبتدي بقى احشي الخضار الحلو اللي احنا جهزناه. احطه كده في قلب السمكة كده زي ما انتوا شايفين، ونحط كده ونضغطه بالتساوي علشان ايه يبقى منسق كده في شكله. طبعا هندخله الفرن. طبعا كنت مشغلة الفرن على درجة حرارة 200، وحطيته كده في الرف اللي هو الأوسط. وفي الآخر خالص لما حسيت إنه خلاص استوى، شغلت الشواية، يعني مفيش دقيقتين، أقل من دقيقتين، وطفيته علشان ما يطلعش لونه غامق، يطلع لونه حلو بالشكل ده كده. كده وصفتنا خلصت، اللي عملنا فيها السمك البلطي سنجاري بطريقة جميلة وطعم خطير. أتمنى تجربوه. أشوفكم بخير في وصفة جديدة. إلى اللقاء. باي باي.